هلو معاكم مقطع جديد واخر مقطع لإلي السنه اللي حققنا فيها كثير اشياء مع بعض، وراح يكون في رساله لكل شخص تابعني ودعمني في نهايه هذا المقطع، فتاكد انك تتابع المقطع للنهايه. واكيد بما انه اخر مقطع فلازم يكون ختامها مسك، وننزل مقطع لافضل سلسله بالنسبه للمتابعين في سنه 2024، واللي هي سلسله عندما تغرد الحمير. فلازم يكون ختامها مسك. بس اكيد قبل ما نبدا، هاي اجمل التعليقات من اخر مقطع، والان حط لايك، خلونا نوصل هذا المقطع ل 250 لايك، خلونا نختمها ختاميه جميله في هذه السنه. فيب حط لايك واشترك في القناه لو ما كنت مشترك، والان خلونا نبدا. اوكي، معنا التغريده الاولى من راشد، وكاتب فيها العمه عادت، وقاعد عم بيعوي يعني مثل ما انكم شايفين. لا اله الا الله، يعني يمكن الناس تفكر انه عادي، شخص متخلف، شخص واحد موجود على تويتر، اكيد ما في كتير ناس نفس هاي الاشكال، واكيد انه انا جبته بس عشان المشاهدات. بس للاسف كمية الناس اللي مثل هذا الشخص اللي موجودة على تويتر مو طبيعية، اكيد مو مصدقين صح؟ طيب شوفوا هذا معي، اسمه سكار ومنزل تغريدة كاتب: تخيل يا عزيزي انك طالب بالمدرسة، وما كيما طبعا هي بنت رجل المنشار اللي من انمي رجل المنشار اللي ما تابعته ولا راح اتابعه ولا ناوي اتابعه من بعد هاي الاشكال. يعني حرفيا يكفي انه هاي الاشكال عم تطبل له، خلص الانمي انحذف من قائمة المتابعة تبعي، ومو بس هيك حتى انضاف للبلاك ليست عندي. المهم خلونا نكمل، وكاتب: وكل يوم ما كيما تعاتبك وتزعل منك لانك مهمل، وش راح يكون موقفك يا مهمل الدراسة؟ لا يعني ومصدقين حالا وشاطحين بالتخيلات والسيناريوهات، يعني مو طبيعي والله. اكيد لسه مو مصدقين صح؟ يعني عم تقولوا اوكي يمكن شخصين موجودين بس، اكيد ما في اكثر. طب شوفوا معنا هذا، نزل صورة او رتويت لنفس الشخصيه وقاعد عم بيعوي بكل بساطه مثل ما انتم شايفين. يعني اقسم بالله شيء غريب، انا مالي مستوعب انه في ناس ممكن تتعلق برسمه او بصوره لهاي الدرجه. لسه ما اقتنعتوا صح؟ لسه مفكرين انه الناس هاي مو كثير على تويتر. طب شوفوا اللي بعده كمان نفس الشيء، شخص تاني وقاعد عم بيعوي على نفس التويت اللي ورجيتكم اياه من شوي. المشكله الكبرى مو بهاي الاشخاص، انا بشوف المشكله الكبرى في منصه اكس اللي اعطتهم الصلاحيه للتعبير عن رايهم. حرفيا في ناس القمع بيطلعن بصورة أفضل، الدكتاتورية هي اللي بتمشي معاهن. والمشكلة إنه لو بتدخل مع واحد منا بنقاش إلا لازم هو يقنعك إنه هو البني آدم الطبيعي وإنه هذا شيء طبيعي. وكل شخص كاتب نفس هاي التغريدة حاب أقول لك شيء وأحطمك وأشل أملك وأقول لك إنه ماكيما ما له دريانة عنك، وإنها مجرد صورة رسمها شخص حتى يجعل كلاب مثلك تعوي، وإيش ما سويت ما راح تلتقي فيها، وقد ما تخيلت من سيناريوهات ما راح تصير بالحقيقة، وسوف تبقى الفتى الغبي اللي جالس بغرفته وقاعد عم بتخيل تخيلات غبية. انا متاكد انه هاي الناس بحياتها ما طلعت للطبيعه، ما شافت ناس وبشر طبيعيين، بتلاقيهم قاعدين بغرفتين عم بتابعوا انميات مشبوهه وحرفيا ليل ونهار. والله اشفق عليكم، انا متاكد بس يصحوا ويفيقوا للواقع راح يتعذبوا كثير، راح يفوتوا بحالات نفسيه مو طبيعيه. والله اني اشفق عليكم حرفيا. خلونا نشوف بالله التغريده اللي بعدها. التغريده اللي بعدها من ارام، طبعا لا اوصيك تغبش على الصور يا ايوب. منزل تغريده وكاتبه: زوجي في ذمه الله. رد عليها بنت كمان وكاتبت لها بعيدا عن التويت: ايش البينك الحلو هذا؟ رد عليه وكاتبت له: عيونك الحلوه والله. يعني على الاقل احترموا الميت، يعني على الاقل احترموا الميت، بس لا اكثر ولا اقل. يعني انت كان ممكن تحتفظي بردك على التويته اسبوعين بس، اسبوع بس، انتظر شوي يعني. وطبعا دخلت على التعليقات ولقيت في ناس كاتبه انه الموضوع مزح والموضوع مو حقيقي. والله يعني عذر اقبح من ذنب حرفيا. يعني الان صار المزح بالاموات شيء بضحك، والله مو طبيعي. وين وصلوا جماعه التويتر؟ انا مالي فاهم ليش ما بكونوا مثقفين وراقين نفس الناس اللي على اليوتيوب، نفس الناس اللي بتتابع الاسطوره داي. طبعا لو وصلت لهي اللحظه وما حطيت لايك يا حبيبي انزل حط لايك واشترك في القناه، يعني لانه حرفيا هدفنا بالسنه القادمه راح يكون اننا نجيب ال100,000 مشترك. اوكي خلونا نشوف التغريده اللي بعدها. التغريده اللي بعدها من اليوتيوبر الشهير صالح اوبلز، منزل تغريده وكاتب: انتقلت امي وحبيبتي الغاليه الى رحمه الله. رد عليه دربحه وكاتب له: لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمها ويغفر لها يا رب. رد عليه واحد من المتابعين وكاتب له: اقول لك ليه ما تبثي المتخاذل؟ أول شيء الله يرحمها يا رب ويجعلكم من الصابرين ويصبركم ويسكنها الفردوس الأعلى. ثاني شيء أنا نفسي أعرف صاحب التعليق، يعني أنا نفسي أعرف شو كان عم بفكر. يعني أنا قبل ما أبدأ بالسوشيال ميديا حرفيا كنت أسمع كثير إنه في تعليقات رح تجيك سلبية، في تعليقات رح تأثر فيك، أكيد التعليقات رح تأثر فيك. أنا كان تفكيري إنه مستحيل أي تعليق سلبي إنه يأثر فيني، ومستحيل أي تعليق إيجابي إنه يحفزني. بس بعد ما بدأت وبدأت توصلني تعليقات حرفيا اكتشفت إني غلط
واكتشفت انه حرفيا الكلام والتعليق اللي ممكن يجي من شخص انت ما بتعرفه وتجهله ممكن انه يجرح وممكن انه ياثر بشكل مو طبيعي. يعني مو بس المؤثر او صانع المحتوى اللي بياثر بالمتابعين، حتى المتابعين بياثروا على صانع المحتوى. فيعني يا ريت كل شخص يكتب تعليق يفكر فيه قبل ما يكتبه، يفكر باثاره ويفكر انه يكون تعليق جميل. يعني لو كان الشخص اللي منزل محتوى جميل ويستاهل الدعم يعني ما في داعي للتعليقات السلبية، وخصوصا مثل هذا الموضوع. يعني موضوع ما بمزح فيه. الله يرحم الوالدة يا صالح ويدخلها الفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب، ويرحم جميع أمهات المسلمين. أوكي خلونا نشوف التغريدة اللي بعدها. التغريدة اللي بعدها مكتوبة من سكارف وكاتب ونرجع نوقف ضد بندرتا. اتوقع هاي التغريده من بعد او خلال مشكله شونغ مع بندرتا. المهم انه رد عليه شخص كاتب له انت كلمه توديك وكلمه تجيبك. رد عليه وكتب له الصراحه ايه، انا الصراحه بحسدك على شيء واحد بس، على التصالح النفسي والذاتي اللي عندك اياه. الاخ متصالح مع حاله والامور تمام 100 والله نفسي اوصل لهذا التصالح مع حالي بالحياه حرفيا، لو كنت راح اعيش مرتاح بشكل مو طبيعي. طيب الصراحه رحت على اليمين ولاحظت انه التغريدات خلصت، ما عاد في اي تغريدات زياده، ولكن للامانه في مقطع اخوي ارسل لي اياه وقال لي سوي عليه رده فعل في المقطع الجاي، وبما انه هذا اخر مقطع للسنه وما راح ينزل لكم مقطع ميمز، فخلونا نشوف مقطع الميمز اللي ارسل لي اياه مع بعض نسوي عليه رده فعل. اوكي يا الممنتج شغل لنا المقطع. البنت دي منزله بوست في جروب سفر بتقول سويسرا جميله بس ريحتها وحشه. سويسرا ريحتها وحشه؟ اقسم بالله انا موافق اعيش في سويسرا لو الشعب السويسري كل يوم هيجاز في وشي. انا موافق، انا اصلا مدمن فسا، انا حياتي كلها على الفسا والتجيز. انا موافق اعيش في سويسرا. سويسرا بمنظر الويندوز 7 اللي انت فيه ده ريحتها وحشه. عايشوني في سويسرا والشعب السويسري كله يفس، مفيش مشكله، بس فسا سويسري باليورو مش احسن من الفسا المصري الجنيهاتي؟ يعني سويسرا وحش على اساس ان هم في مصر مثلا كل يوم بيرشوا لنا سوفاج في الجو ولا ايه؟ مش فاهم. اخ يا ربي، لا لا والله مستحيل مستحيل يا اخي، والله المقطع يفوز يا اخي. يا اخي والله مو طبيعي الرد، حرفيا رد غير متوقع يعني، والشخص اللي قاعد برد عنده كاريزما مو طبيعيه. والله ما توقعت هذا الشيء. على العموم هنا بنكون وصلنا معاكم لنهايه المقطع. اكيد لو عجبك المقطع حط لايك واشترك في القناه ولو ما كنت مشترك. والان رسالتي لكل شخص دعمني وتابعني وحط لايك او حتى اشترك في القناة، والله انك اسعدتني بشكل مو طبيعي، وشكرا لك على دعمك خلال هاي السنة. حرفيا شكرا من اعماق قلبي، واسأل الله ان يسعدك نفس ما اسعدتني. وحرفيا خلال هاي الرحلة قدرنا نوصل مع بعض لاكثر من 15,000 متابع او مشترك واكثر من 600,000 مشاهدة على القناة، فشكرا لكم من القلب. وإن شاء الله الهدف في السنة القادمة راح يكون مثل ما قلت لكم 100,000 مشترك، والمحتوى القادم صدقوني راح يكون جبار وأسطوري. بس والله يعني لا تنسى رابط حسابي على الانستغرام بتلاقيه تحت بالوصف، روح تابعني هناك. كمان أحد الأهداف للسنة القادمة إن نوصل أكثر من 1000 متابع عليه، فروح تابعني هناك. وبس والله لا تنسوا رابط الديسكورد بتلاقوه تحت بوصف الفيديو. والآن حط لايك لو إلى الآن ما حطيت لايك، واشترك في القناة، ونراكم في السنة الجديدة إن شاء الله. كان معكم داي وبيس. مهما طال الزمان وأبعدتنا المسافات يبقى فينا الحنين خيطا يلف قلوبنا. ها قد آن الآوان لننون أحلى الأمنيات.